السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا شباب مفيش مساء الجمال لأن الموضوع بصراحة زاد عن حده. احنا متعودين طبعا بقول لكم مساء الجمال، ولكن النهارده النصب يا جماعة والنصابين كترهم، وبقى الموضوع بصراحة يعني حاجة لا تحتمل. النهارده يا جماعة انت بتنزل السوق بتلاقي كمية نصب من نصابين موجودين في السوق. عايز بس اسال الناس دي سؤال، معلش مش عايز حد يزعل مني يا شباب بالله عليكم. يعني انا ممكن يعني اصور شويه بس غصب عني والله العظيم لان من اللي جوايا. انت يلي بعت حمام والحمام ده عارف ان هو معيوب، الحمام ده ما بيبيضش، الحمام ده عنده سحابه على العين، الحمام ده داخل على روشه، الحمام ده صاحي من الروشه. خدت فلوس الحمام ده عملت بيها ايه؟ اكلت بيها وشربت بيها، اكلت بيها عيالك، عملت بالفلوس دي يعني ايه؟ انت مش عارف ان الفلوس اللي انت بعت بيها دي اصلا فلوس حرام؟ انت لما نصبت على الراجل ده والراجل ده خد الحمامتين وراح قعد في البيت وبص في الحمام بتاعه يا عيني لقى الحمام عنده سحابة على العين، جناحه مجدول، رجليه ما فيهاش صوابع، قصة من الحاجات دي. انت خدت الفلوس ده، انت مبسوط كده؟ انت كده يعني بقيت جهبذ ما شاء الله عليك يعني. طيب خلينا بس اوعي الناس يا جماعة عشان في نصب كتير جدا جدا. قلت لكم كذا مره بلاش تشتري حمام كبير شغال من السوق وانت اللي بتروح تشتري، انت اللي بتجيبه لنفسك. طيب خليني بس هقول لك على حاجه بسرعه عشان الناس ما نتنصبش عليها تاني، لان موضوع النصب ده بقى يعني بقى في ناس بتحترف ان هي تنصب، مش فارقه معاه حلال من حرام، هاكل بيهم هشرب بيهم، هو مش فارق معاه القصه دي كلها. مش فارق معاه ان في شاب ممكن يكون لامم ال 200 جنيه دول محوشهم، قعد اسبوعين ثلاثه يحوشهم عشان يروح يجيب بهم جوز حمام. هو مش شاغل باله بالقصه دي كلها، هو اهم حاجه هو كده بطل من ابطال اكتوبر، نافخ صدره ما شاء الله. ده انا ضحكت على فلان وبعت له الجوز اللي هو ما كانش بيبيض، الجوز اللي هو عطال بعته له ب 500 600 جنيه وب 200 300 400 جنيه. هو كده مبسوط كده، هو برنس. بص يا جماعه، الحمام بتاع السوق الشغال، انا عارف ان في ناس هتزعل مني، اللي يزعل يا جماعه مش عايز اقول لك يعمل زي ما يعمل، يروح مطرح ما يروح. الحمام اللي في السوق بيقعد بالعشر سنين في السوق. يعني ايه حمام بيقعد 10 سنين في السوق؟ اقول لك، انا اشتريت جوز حمام، رحت انا اشتريت جوز حمام، انا كمحمد رحت اشتريت جوز حمام من السوق. جوز الحمام ده قعد عندي شهر اتنين وما اشتغلش، عالجته واديت له علاجات وعملت فيه ما في البدع، ما اشتغلش، واروح ابيعه في السوق تاني. انت بتروح تشتري، انت اللي سامعني دلوقتي، ايوه انت بتروح تشتريه من السوق، بيقعد عندك شهر اتنين، وتروح تتفرج على قناه دكتور حمام مصري وفلان وفلان عشان الحمام يشتغل، ودكتور حمام مصري يقول لك اديله سلينيوم واديله كالسيوم واديله فيتامينات وانت بتديله يا عيني والحمام برضه ما بيشتغلش. ليه؟ ما هو اصلا الحمام ده عطال، والحمام عشان ما بيشتغلش. وليه؟ ما قلت لك الحمام ده اصلا معيوب. فانت بتروح تبيعه تاني، والتالت وزميلك التالت بيروح يشتريه، والرابع بيحصل معاه نفس القصه ويروح يبيعه في السوق. فالحمام هنا بيقعد بالعشر سنين في السوق، انت بتشتريه وتبيعه وتروح تقعد عندك شويه وتروح توديه السوق تاني، فالحمام ده عايش في السوق، فانت بتروح تشتريه وبتخسر فيه. تمام كده؟ طيب فمبدئيا رقم واحد بلاش تشتري حمام شغال كبير من السوق، دي نحط تحتها 100 خط. لما تشتري حمام من السوق اول حاجه هتعملها ايه؟ ركز معايا. اول حاجه بتعملها ايه؟ بص فتحه المجمع، لو النوتي بالظبط، امسك النتايه بقى، سيبك بقى من التقليب العادي. في ناس بقى بتمسك فرد الحمام تفرد جناحه ويشوف الحمام وشه وعرضه وطوله وارتفاعه وجرم ولا مش جرم مواصفاته، لا بلاش تعمل الحاجات دي كلها. اول حاجه هتعملها كده ما تمسك فرد الحمام، بص عند العضميتين اللي في فتحه المجمع، عند العضميتين صوعك بالراحه كده من على الجلد، واضغط على عند عضميتين جوه شويه كده. لو لقيت حاجه مكلكعه زي البيضه عامله زي الحصوايه كده، بلاش تشتري فرد الحمام ده، ارميه، ارميه على طول. دي حمام تعرف ان هو مجنص يعني، او في دهون على عنقود البيض مش هيشتغل. بتلاقي حاجه مكلكعه زي ايه؟ زي البيضه كده عند العضمتين بتوع فتحه المجمع، بلاش تشتري الفرد الحمام ده. تمام كده؟ طيب تاني حاجه بص في عين الحمام، شوف عليه سحابه ولا لا، في سحابه عين ولا لا. في ناس يا جماعه ممكن تبيع لك الحمام ان هو ذكر وانتهى، وبتيجي تلاقيه ذكرين، وحصل مع ناس كتير جدا جدا، لان الحمام انت ما بتعرفوش
ومن تقليبه. الذكر من النتايه ما بتعرفوش من تقليبه، ممكن تعرفه بقى لو انت غاوي محترف، هو قاعد قدامك كده ساعه ولا بتاع وانت قاعد قدام الحمام، بتلاقي الحمام الذكر بيزوم وبيلف حوالين النتايه، تعرف ان ده ذكر والتاني نتايه. الناس للاسف بتجيبهم وتقعدهم عندهم وتلاقيهم بيضربوا بعض، هم مش متجوزين بعض، هم اصلا ذكرين. وعلى فكره ممكن تروح تشتري قص وتلاقيهم عاشقين بعض واصلا في الاخر برضه تلاقيهم ذكرين. فموضوع النصب يا جماعه في ناس بتتفنن كتير. طبعا هقول لك على حاجه، في نصابين بيبيعوا لك الحمام على اساس ان الحمام يعني شغال، والحمام ده اصلا يعني هو فرخه، يعني حاول يفرخه مره واثنين ثلاثه ما عرفش يفرخه، ما عرفش، فبحولك وغيرك وغيره. فهنا يا جماعه اكرمكم الله نخلي بالنا من الحته دي. طيب يبقى انا هنا بلاش اشتري حمام شغال، اشتري شبابات ماشي، واشتري زغاليل من السوق ماشي. حابب تشتري حمام كبير روح لغاوي، اي غاوي جنبك قول له بعد اذنك انا عايز اربي حمامتين، على فكره يعني ممكن تشتريهم غاليين شويه، وخصوصا مربين الحمام البلدي. الحمام البلدي يا جماعه خلي بالك، انا في السوق لو حبيت اروح اشتري حمام بلدي هشتري الجوز ب 70 80 جنيه. انت عارف ليه هو ب 70 80 جنيه؟ لان هو اصلا مش شغال. انت عارف الزغاليل بقد ايه؟ الزغاليل الحمام البلدي بقد ايه؟ ب 150 جنيه. انت ما فكرتش للحظه كده ازاي ان جوز الاهالي ب 80 جنيه او ب 100 جنيه والزغاليل ب 150 جنيه زغاليله، مع ان ده يعني المفروض ده الفرخه اللي بتبيض دهب يعني، او الحمامه اللي بتبيض هي اللي بتجيب الزغاليل، المفروض تبقى اغلى حتى الضعف. يعني المفروض لو جوز الزغاليل ب 150 جنيه يبقى الاهالي ب 300 جنيه، صح؟ ايوه صح. طيب زي ما بيحصل في بقيه الحمام التاني، يعني لو جبت جوز نفاخ ب 2000 جنيه زغاليله ب 1000 جنيه، هو المفروض يبقى مع حمام ليه بقى؟ الحمام البلدي يا جماعه بيكون حمام عطال مش شغال، بلاش تشتريه من السوق، لان اللي باعه في السوق ده بيكون يعني خلاص عذب صاحبه. هو انا يعني في حمام فاضل عندي عذبني عشان اشتغل وما اشتغلش، فانا ببيعه في السوق، فبتلاقيه الجوز بيتباع ب 100 جنيه ب 80 جنيه زغاليله ب 150 جنيه. فانا هنا ممكن اروح اشتريه من جاي، ولو هشتري الجوز ب 200 جنيه زي الفل، بيوريهولي الغو قدامي بزغاليله معاه حصى بتاعه بشتريه بيبقى زي الفل. اقعد عندي ياخد في السنه لو هو حمام منتج ممكن يجيب منه 7 8 تجواز في السنه، يبقى انا عملت قطيع من الحمام. لو عندي 10 تجواز مضمونين اعمل منهم 70 80 جوز في السنه. ده لو ربنا كرمك وانت شاطر في الفرخ بتعمل منهم يعني ممكن 10 تجواز تعمل مزرعه حمام. فما تستغلاش في البدايه، حاول ان انت تختار السلاله القويه النقيه، وبلاش ان انت تنزل السوق ويتنصب عليك، لان النصابين كتير يا جماعه في السوق. حبيت ان انا يعني اقول لكم الكلمتين دولت، لان في ناس كتير بتيجي تشتكي تقول لي انا الحمام جبت حمام من السوق والحمام طلع عنده سحاب على العين، رحت جبت حمام من السوق والحمام طلع مقنص، رحت جبت حمام من السوق والذكر طلع بيروض البيض، جبت حمام من السوق وانتهى ببيضه واحده. فمشاكل كتير يا جماعه. فعشان نبعد عن القصه دي كلها سيب الايه، هو ربنا زي ما خلق الخير خلق الشر، زي ربنا ما خلق الخير خلق الشر، فسيب اللي ينصب ينصب، ويخلينا نقدر ان احنا نفرخ الحمام بتاعنا ونشتري من حد مصدر ثقه. بتمنى يا شباب الناس ما تزعلش مني لو انا طبعا يعني انا كنت زعلان بصراحه، فالناس ما تزعلش مني. ولو وصلت معايا في الفيديو لحد دلوقتي ما تبخلش علينا باللايك، نوصل الفيديو للناس. اشوف الشكر على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.